انا اسكندراني بس مش من اسكندريه العاديه، من اسكندريه الدراميه. يا واد يا اسكندراني. ايوه يا جدعان، طب والمرسى والعباس اللي نزلوا يضربوا بونطه، هاني والولا قدوره والبت بياضه وخالتي بلطيه، ونقعدوا على القمه نفطروا سمك وفلافل. هو احنا كده في اسكندريه دايما تلاقينا بنتكلم كده وعايشين في شقق من الخشب وعيشش على البحر، والشقق بتاعتنا ديكوراتها لازم تحسسك ان احنا عايشين في سفينه مش في شقه. يعني تلاقي على الحيطان بقى شعب مرجانيه، شبك، سمك متحنط، عوامات وسنارات وبراويز فيها كل انواع السمك، وعلى السفره بدل ما نحط فازه ولا زوريه بنحط فنار ولا مركب شراعيه، ودافنين في النيش عروسه البحر، على اساس ان احنا لو ما عملناش كده مش هنبقى اسكندرانيه، نبقى من كفر الشيخ ولا المنوفيه. حيره كل يوم البس ايه؟ لا احنا كاسكندرانيه الاوتفيت بتاعنا في المسلسلات معروف، الستات كلها بتلبس ملايه لف وجلاليب ملعلطه كده ومليانه ترتر، والرجاله بتلبس بقى لبس الصيادين، سواء بقى انت شغال بقال صياد شيال ايا كان ايه، بتلبس لبس الصيادين وتنزل تشتغل. لا صعب احلف بربنا في الدراما، انا اسكندراني لو حلفت بربنا في الدراما اتحرق، لازم احلف بمقام باصنام باوثان، اي حلفان غير الحلفان الطبيعي. طب والمرسى والعباس ومقام سيدي ياقوت وراسني فرتيتي وصباع الاسكندر الاكبر ومقام سيدي بشر وسيدي جابر، يكون وانا كنت بحلف عليا عشان نسيت معلش. بالنسبه للغتنا كاسكندرانيه في الدراما، هي لغتنا كلمتين اتنين، احي وايوب، واي كلام تاني بناخدوه ونضموه من بحري وبنحبوه على الامه بنستنوه، والساح الدحم بوه ادي الواد لابوه، وما ينفعش نتكلم واحنا ايدينا جنبنا، لا لازم نتكلم كده عشان احنا مش هنبقى اسكندرانيه الا لو عملنا زي كابوريا في قلب البحر كده واحنا بنتكلم. طب والمرسى والعباس لا انت موت في المالح، طب وسيدي ياقوت لا نرموك للسمك في المالح، ده احنا نعدوا المالح ولا نتبلش. بالمناسبه احنا في الدراما ما بنقولش على البحر بحر زي خلق الله كده عادي، لا بنقول المالح، وطبعا كلامنا كله لازم يبقى طالع من قلب البحر عشان احنا كاسكندرانيه تغمض لناش عين الا لما كلامنا كله يبقى سمك وشوك وشبك وموج وبحور ودوامات. ايوه ده انا اتعلقت بيكي قوي يا بياضه، زي السمك ما بيتعلق في النار. احي رسيني معاك على شط ابو لطيه، ايوه واني قلاب زي موج البحر وبنلفه في دوامه ومراكبي كتيره ياما. احي اصل الناس لسانها اطول من سلب المركب، علشان لو قلت الناس لسانها طويل مش هبقى اسكندراني. ايوه احي الاتنين مع بعض. لا انت من الصبح عمال تعطيني وتقول لي اسمك ايه اسمك ايه، واحد اسكندراني يكون اسمه ايه يعني؟ اكيد يا قدوره يا شفطوره يا حمو يا حميدو، اكون اسكندراني واسمي تامر ولا نادر عادي كده؟ ما توقفش واحده اسكندرانيه تسالها اسمك ايه، لان ستات اسكندريه كلهم اساميهم معروفه، يا بياضه يا مرجانه يا سنجاري، على اساس اسمها لو ما طلعلوش خياشيم كده مش هتبقى اسكندرانيه. هي حياتنا كده كاسكندرانيه في الدراما، اسامينا كلها على اسماء سمك، وبيوتنا كلها مليانه ادوات صيد سمك، وبنفطر ونتعشى ونتغدى سمك، ولو عندنا اي مناسبه بناكل فيها سمك. ومش بس اكلنا كله سمك، احنا حياتنا في اسكندريه عباره عن بحر كبير، يعني شوارع اسكندريه كلها لازم تلاقي على حيطانها متعلق شبك صيد، وكل واحد راكن قدام بيته مركب، والمحلات كلها بتبيع سمك او ادوات صيد السمك، يعني من الاخر حياتنا كلها زفاره. عندنا هنا في اسكندريه الدراميه الكوميونتي حلوه جدا والناس شبه بعض قوي. عندنا هنا في اسكندريه الدراميه المطاعم كلها ما بتعملش غير سمك بس، صعب تلاقي في اسكندريه الدراميه حد بيبيع كشري ولا كبده ولا ممبار. عندنا هنا في اسكندريه الدراميه اللي ما عندوش مركب قصاد بيته الناس تاكل وش، عيشتنا كلها على البحر، سواء كنت بياع فريسكا او دكتور انف واذن وحنجره. عندنا هنا في اسكندريه الدراميه المشاريب كلها شربات، مش شربات لا شربات، يا شربات يا ازوزه، لسه بقى ما اكتشفناش الايس موكا والنسكافيه لاتيه وكل الكلام الفاضي. بنلعبوا ملاكمه ورهانات عشان نلموا فلوس ونتجوزوا ببنت شربات، وبالليل بنشربوا خمره وبوزه عند الخواجه كوستا، وبنسكروا ونقضيها سكر وعربده ونقلبها عركه في خماره، ورقصنا جدع. مدد يا مرسي مدد يا مرسي افتح بقى في البقحيت تبقى كده اتظبطت اسكندراني رسمي. يا اسكندريه يا مجننه. تنسوش تعملوا لايك وايوه واحي. زي ما قلت لكم قبل كده الموضوع كله مجرد فكره، الشاب ده فكر فكره حلوه وقال يهق عليهم بافكارهم المسمومه اللي بيحطوها لنا كل سنه في الدراما الرمضانيه. ويا ابني ربنا يكرمك لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، والراجل اللي انا عرضت له فيديو دوت اسمه نادر شعبان، انا ما باخدش حق حد ودايما بحب اعرض الناس الفنانين، فالراجل ده اسمه نادر شعبان، راجل فنان جدا، تابعوه وان شاء الله يبقى نجم مصر الفتره اللي جايه.